السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم خطوة بخطوة مع بعض إزاي نقص جزء من البارتيشن أو تقص مساحة معينة من البارتيشن اللي عندك وتخصصها عندك على جنب لوحدها. يعني الهارد اللي عندك مثلا تقسمه نصين لو المساحة بتاعته كبيرة. الطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش هتحتاج أي برامج خارجية. تابع الشرح معايا للآخر عشان تعرف إزاي تعملها بطريقة سهلة وبسيطة وما تفقدش أي بيانات من اللي موجودة على الهارد عندك. لو جيت بصيت عندي على البارتيشن اللي هو اسمه ايه ده، هتلاقي مساحته 465 جيجا. فانا لو عايز اخد جزء من المساحه دي واعملها زي السي والدي، اعمله بارتيشن لوحده، احط عليه داتا، احط عليه اي ملفات انا عايزها. فهنعمل الموضوع ده بطريقه سهله خالص. هتيجي كده سواء انت ويندوز 10 او ويندوز 11، هتروح على ازيز بي سي وتضغط عليها كليك يمين، وبعدين هتختار شو مور اوبشن لو انت ويندوز 11، وبعدين تيجي هنا تختار مانج. لو انت ويندوز 10 هتلاقي مانج دي على طول في وشك، هتضغط عليها، وبعدين هتيجي من الجنب من هنا وتختار ديسك مانجمنت، وتروح للبارتيشن اللي انت عايز تقص منه المساحه اللي انت عايزها. وليكن هتقص من الدي، هتقص من السي، هتقص من اي حاجه، هتروح للبارتيشن اللي انت عايزه. انا هروح دلوقتي للبارتيشن الاي وهضغط عليه كليك يمين بالشكل ده، وبعدين هاجي من هنا على شيرنج فوليوم. هيفتح معاك النافذه دي. هنا بيقول لك دخل المساحه اللي انت عايز تقصها. انت عايز تقص قد ايه من البارتيشن ده؟ وليكن عايز 10 جيجا، عايز 50 جيجا، عايز 100 جيجا، انت عايز قد ايه؟ هنا بقى قبل ما تدخل المساحة اللي انت عايز تقصها لازم تعرف حاجة مهمة، ان الجيجا على نظام الويندوز ب 1024. يعني انت لو عايز 10 جيجا هتضربهم في 1024، يعني ال 10 جيجا على الجهاز مش ب 10000، هي ب 10240. بص باختصار ومن غير لف كتير، هتجيب الكالكوليتور اللي موجودة عندك على الجهاز او حتى هات آلة حاسبة خارجية واضرب عدد الجيجات اللي انت عايز تقصه في 1024. اي عدد جيجات انت عايز تقصه حتى لو جيجا واحدة اضرب الواحد في 1024، اضرب الخمسة لو عايز تقص 5 جيجا اضرب الخمسة في 1024، والرقم اللي هيطلع معاك اكتبه في المكان ده. فبالنسبة لحالتي أنا هقسم ال 465 جيجا دول لنصين. أنا عايز الهارد عندي يكون جزئين قد بعض بالظبط. أنت براحتك، أنت قص أي عدد جيجات أنت محتاجه. فلما أقسم 465 على الاتنين هيطلع لي ب 232 ونص. هاخد الرقم ده أضربه في 1024 هيطلع معايا ب 238080. فهاجي أنقل الرقم اللي طلع لي ده كده بالظبط، وبعدين هضغط على شيرنج. هو هنا هيبدأ يقص المساحة اللي أنا حددتها له بالظبط. زي ما أنت شايف كده هو طلع لي المساحة اللي هي 232 جيجا ونص. دي المساحة اللي أنا عايزها بالظبط. تقريبا كده البارتيشنين بقوا قد بعض في المساحة. بس لو جيت بصيت على المساحة اللي هي 232 جيجا ونص اللي احنا لسه قصينها دي، هتلاقي عليها شريط أسود من فوق كده، على عكس المساحات التانية عليها شريط أزرق. ده لان انا لسه ما اديتش للبارتيشن ده حرف، لسه ما سميتوش مثلا اف سي دي، انا لسه ما سميتوش. فهتيجي تضغط عليه كليك يمين وبعدين نيو سيمبل فوليوم، وبعدين هتيجي تضغط على نيكست. هنا بيقول لك انت عايز تنشئ حرف للمساحه دي، هقول له نيكست. من هنا هتيجي تختار الحرف اللي انت عايزه. انت عايز تختار حرف ايه زي ما انت عايز. انا هنا هسيبه على حرف الاف وبعدين نيكست، وهنا مش هتعمل اي حاجه وبعدين نيكست وبعدين فينيش. هتصبر شويه هتلاقي البارتيشن اتقرا معاك على الجهاز بالشكل ده. بيقول لي ان في بارتيشن جديد انضاف اسمه اف. فلو طلعت كده ورحت للزيز بي سي هتلاقي البارتيشن اللي كان اسمه ايه اتقسم معايا الجزئين بالشكل ده، اللي هو الاف ده البارتيشن الجديد والاي البارتيشن القديم. تقريبا هم قد بعض في المساحه بالظبط. طيب بعد انت ما قصيت المساحه وكله تمام، وليكن بقى ان انت قصيت مساحه بالغلط او بعد فتره حبيت ترجع الهارد ده لجزء واحد تاني، فهتعمل ايه؟ هتروح برضو تضغط على مانج وبعدين ديسك مانجمنت. هتيجي هنا هتلاقي بارتيشن الاف اللي احنا لسه قصينه ده. انت بقى عايز ترجع المساحه دي لمكانها تاني، عايز ترجعها لبارتيشن الاي، عايز ترجعهم جزء واحد تاني زي ما كانوا. فهتيجي على بارتيشن الاف اللي احنا لسه عاملينه، هتضغط عليه كليك يمين، وبعدين هتيجي تضغط على ديليت فوليوم، وبعدين هتضغط على يس. هتلاقي المساحة اتحذفت معاك ورجعت بالشريط الاسود ده، بس لسه ما انضفتش لمكانها. فهتيجي تروح على كرسي الاي بالشكل ده وبعدين كليك يمين، وبعدين هتيجي تضغط على اكستند فوليوم، وبعدين هتضغط على نيكست وبعدين نيكست. ما تعملش اي حاجة في الحاجات دي. هتيجي تضغط على نيكست وبعدين فينيش. هتلاقي البارتيشن رجع معاك لجزء واحد او الهارد رجع معاك لجزء واحد زي ما كان في الاول بالظبط.